يا اخويا احمد الشرج ولا احمد الشرخ اللي اخره يقف على سيخ شاورما او يقعد حسب راحته يعني. اما يتطاول على مصر ويقول لك اصل مصر دوله مش متطوره زي السعوديه والامارات وقطر. طيب يا مشروخش تسكت انت بالذات، ده انت ابوك وامك كانوا في حمايه مصر، ولسه كمان في ناس من عيلتك هين قاعدين جنبنا في 6 اكتوبر. لو ما قالولكش يا بابا عن الشغل والتطور لما يحصل هين في مصر احنا ممكن نشحنهم لك يحكوا لك عندك. تاني حاجه بس سؤال يعني لا مؤاخذه، هو ليه مشروخ الدول المتطوره دي ما استقبلتش ال 4 مليون سوري اللي بيمثلوا 20% من الشعب السوري عندهم؟ الصراحه انا شايف برضه ان احنا نشحنهم لك بشاورمتهم وتبلتهم يحكوا لك عندك، بدل يعني ما هم قاعدين عندنا هين بلوش في فيزا سياحه اما يدفعوا 20 دولار كل 3 شهور، يعني مش تمن 3 4 اطباق فتة شاورما من اخويا ابو عمار. لا وكمان معفي منهم كبار السن والستات والاطفال. طب عليا بالطلاق عظيمه يا مصر، يعني احنا واخدين 20% من شعبك في ظل الحاله الاقتصاديه اللي بيعاني منها العالم كله، في ظل الاصلاح الاقتصادي اللي شغال في مصر وساكتين واما نقول دول اخواتنا تقوم انت يا اخويا اللي تتكلم وتجر شكلنا. ولا انت تلقاك زعلان من ال 600 الف سوري اللي بعتناهم لك الفتره اللي فاتت؟ طيب يا مشروخ ما تاخدش على خاطرك، لسه في 3 مليون هنبعتهم لك في الطريق. وزاره الهجره عندنا لما تراجع وراجهم دلوقتي واي حد هتلقاه مش متبل كويس هنبعته، وابقى خلي بقى يا مشروخ البلاد المتطوره تصرف عليهم. هو انت صحيح فاكر نفسك رئيس بجد؟ لا ده انت شويه دول مشغلينك عندهم ارزاق على ما الشعب السوري يفوق ويقول لك اتكل على الله. بس واضح كان المليارات اللي وعدتك بيهم السعوديه خلتك نفخت صدرك شويه. يا بلاش تتطور على اسيادك، الفلوس دي مش هتعرف تعمل بيها حاجه. السعوديه ما بترميش فلوس في الهوا كغير الترام، لكن انت يا مشروخ كل دولار هيديهولك هيبقى له مقابل. اللي انا عايز اقوله لك ان حتى الفلوس اللي لما يدوها لك دي بيدوها لك عشان مش عارفين يشتروا مصر. وبعدين خد على هين، انت سايب بلدك اللي بتوع اسراء اما يلفوا في شوارعها اكتر ما بيلفوا في شوارع تل هباهب وجاي تتكلم عن التطور بتاع مصر؟ يا اخويا روح شوف الستات بتاعتك اللي لما يفتشوها في كماين تبع للي ما يتسموا معموله عندك في العاصمه في قلب دمشق. يا مفلوج قصدي يا مشروخ، ده انت كل يوم اسراء تاخد حته جديده من ارضك وانت ساكت. لا تراك عندك والروس عندك والامريكان عندك وبتوع اسراء قاعدين في قلب بيتك. ايها المركوب من الجميع سايب كل ده وما تتكلم على مصر اللي جزمتها برقبتك وبرقبه اللي مشغلينك. وبعدين يا حبيبي انت رايح السعوديه تاخد اجرتك، اما تجيب لي سيره مصر مالك ومال مصر؟ ابقى افتح ايها المشروخ التلفزيون عندك بعد بكره واتفرج على رؤساء اكبر دول في العالم وهم اما يحضروا افتتاح المتحف المصري الكبير اللي بالمناسبه صح ميزانيته اكبر من ميزانيه دولتك كلها، يا بتاع الشاورما يا متبل يا عامل الناتن. يلا على احمد الشرخ وشاروا له ابعتوا له.